أصعب شيء في غزة إنك تعيش الخيمة بكل تفاصيلها، بصبحها، بمساها، بظهرها، بعصرها، بمغربها، بعشائها. إنك تعيش ليل الخيمة الطويل جدا، المأساوي، الحار، إنك تعيش الخيمة بصيفها وبشتاها. للأمانة صعب جدا جدا أحد فيكم يتحمل يعيش بخيمة في هالصيف القاسي. طبعا نصحى صباحا، ندبر أمورنا من الفجر، نعبي المي من البير ونكسر هالحطبات عشان نقدر نوفر لأطفالنا طعام يومهم. صراحة إحنا بنوفرها بصعوبة، بنمر بشيء يفوق قدرتنا. إحنا بنمر بوضع مش قادرين نوفر لأطفالنا لقمة عيشهم. أطفالنا بيمروا بوضع صعب ومأساوي وقاسي، بيمروا بوضع هم أصغر من هيك، الوضع أكبر منهم، ولكن كبروا على هوا هذا الوضع. والله صغارنا بيناموا بجوعهم، إحنا ما بنقدر نوفر لهم لقمة عيشهم، ما بنقدر نوفر لهم تكاليفهم ومصاريفهم. للأسف الحياة جدا صعبة في غزة، الحياة كثير غالية. إحنا مش قدرتنا غير نوفر كيلو طحين ومش يوميا، لأنه للأمانة كيلو الطحين عنا سعره جدا غالي. صغارنا صاروا زلام، كبروا، شوفوا كيف الحياة كيف كبرتهم. أعطيناهم مهام أكبر منهم، هم مش قدها، وعيوا وصحيوا وكبروا على هيك. يروحوا يصفوا طابور على المية، وطابور عند الخباز، وطابور في كل مكان. والله الحياة صعبة. جماعة تقدروا تدعمونا، تقدروا تتبرعوا لنا، جميع طرق الدعم والتبرع متاحة. تواصلوا معي أم إبراهيم على رقم الواتساب، هي مثبت على الشاشة. ولا تنسوا الاشتراك في قناة يمنى الغزاوية الجديدة.